فرش العربيه بيجي كله من القماش في الفئه اللي معانا دي، بس في بقيه الفئات الاعلى بيجي الفرش كله من الجلد. تحكم في كراسي العربيه الاماميه في الفئه اللي معانا اللي هي الدايناميك، والفئه اللي قبلها مانيوال. اما في الفئات اللي بعد كده يكون التحكم في الكراسي الاماميه كهرباء. نجرب بقى القعده في العربيه هنا في المقصوره الخلفيه. الكراسي واسعه مريحه. الجزء بتاع الليج روم هنا اللي حاطط فيه مشط رجلك تحت صراحه واسع جدا جدا جدا. نفق الفتيس مش عالي قوي فما يضايقش في القعده، لو حبينا نجربه كده اهو لا مش مضايق قوي. كمان هنا الهيد روم هنلاقي المساحه برده ممتازه جدا. في هنا كمان في العربيه ارم ريست، في 2 كاب هولدر، في فتحات تكييف خلفيه، كمان في جيوب التخزين بلس كمان الجيوب اللي موجوده في البيبان بتاعه العربيه. هنا في مخرج 12 فولت. كالعاده لازم اما اجي اعمل ريفيو لاي عربيه 7 سيتس معاناتي مع التجربه انا بقى. اجرب لكم القعده بقى ورا هنا. يعني القعده مش بطاله، تصلح لاطفال اكتر من ناس كبار او حد في حجمي، لكن اهي بتأدي غرض.